هلو، انا النهارده حاسه انه هيكون يوم مميز جدا، فقررت افلوجه ولو طلع مميز فعلا هبوست الفيديو ده على يوتيوب. اول حاجه انا امبارح عملت شويه مطبوعات، ما تفتكروش والله ان الايجو عندي عالي مني، عامله وشي 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 بس ده اللوجو بتاعي، فالنهارده هكون بقصه علشان الزقه على الكت الجديده اللي عملتها، اللي هي بتاعت منزيل كاتب الكتاب اللي انتوا شفتوها او هتشوفوها في الفيديو الجاي. لو الفيديو نزل هتلاقوه طالع فوق دلوقتي في الاي. انا عملت كيت لمنزيل كاتب الكتاب بعد ما عملت له توتوريال هنا على يوتيوب، واعتبرت نفسي بقيت اكسبرت عشان عملت كذا منديل عجبوا الناس قوي، فقررت ان انا اعمل لهم كيت. والكيت دي بيكون فيها كل الادوات والخامات اللي انتوا محتاجينها علشان تطلعوا منديل كاتب كتاب. لو انتوا عايزين تعملوا منديل وتمشوا، مش عايزين تحترفوا الموضوع، فتنزلوا تشتروا كل حاجه بالكميات الكبيره اللي بتكون موجوده في السوق، وانتوا في الحقيقه مش محتاجين اكتر من عشرها. وكمان عشان اوفر عليكم لف ان انتوا تشتروا كل خامه من مكان معين وممكن تكون الكواليتي مش احسن حاجه، فقررت ان انا اعمل كيت. والكيت دي مش هتكون بتتباع غير من خلال الفيديو ده لحد فتره كده معينه، لما الاقيكم حابينها فابتدي اعلن عنها اكتر على السوشيال ميديا. المره دي بقص وشوشي علشان قررت استخدم لعبتي اصنع صديقك المفضل، اني اعمل لنفسي عروسه شبهي. لو مش عارفين، انا عندي دي اي واي كيت او لعبه فك وتركيب للاطفال والكبار اسمها اصنع صديقك المفضل، بتساعدهم يعملوا عرايسهم بنفسهم. لو عايزين تطلبوا اصنع صديقك المفضل تقدروا تطلبوها من اللينكس بتاعتي تحت في الديسكربشن. طيب انا عامه حاسه ان انا هستخدم دي عشان عاجبني اضاءه وشي فيها اكتر، بس قلت اعمل دي كمان مع ان مش عاجبني اضاءه وشي فيها ولا عاجبني ابتسامتي، بس عشان زاويه وشي فيها احلى. وبعدين قلت لا خلاص بقى، انا هعملهم الاثنين واكرر وانا بعمل العروسه. ممكن اعمل عروستين، مش عارفه هتلاقوا الفيديو اللي بعمل فيه العروسه ده موجود على انستجرام، يا اما حطيته يا اما لسه هحطه، بس يعني فيري سون. لو بتشوفوا الفيديو ده متاخر شويه هتلاقوه بقى موجود. اللينكس بتاعتي كمان تحت في الديسكربشن، وكمان في فيديو هنا على يوتيوب يعلمكم ازاي تعملوا عروسه شبهكم باصنع صديقك المفضل. هي ليها اكتر من فيديو، بس في فيديو بيعلمكم ازاي تعملوا عروسه شبهكم، فخدوا لفه في القناه كده هتلاقوا فيديوهات لذيذه عامه. حطيت فوتنج على انستجرام طلع 50-50، وحطيته على فيسبوك طلع 56 للصورة اللي أنا مش عايزة أعملها. فأنا بقول يا دوب عدى 12 ساعة، يمكن ال 12 ساعة الجايين يغيروا مسار الأحداث والصورة اللي أنا عايزة أعملها تكسب. أوريكم سريعا بعمل إيه دلوقتي. عندنا النهاردة برزنتيشن وشغالين كفريق، فكل واحد بيحط الجزء اللي عمله. كل فريق بيختار لوحة وبيعمل لها تحليل فني. يس قاعدين بقى ايه، لسه مستلمه الفايل دلوقتي من البنت اللي معايا في التيم، وقاعده بحط الجزء بتاعي. ومتاخره جدا، المحاضره المفروض الساعه 4 والساعه 4 ل 10 وانا لسه بقيت. زي ما نوران قالت، اللوحه بتركز اكتر عن حياه المدينه والصخب اللي موجود في حياه المدينه، الالوان الكتير. في نفس الوقت في كونتراست فوق، ان المساحه بتاعه السماء تقريبا ما فيهاش اي نجوم او قمر عشان بتعبر عن السكون بتاع الطبيعه فيرسز الدوشه اللي عاملاها تحت المدينه. في تاتشات هنا على الارض يعني عشان تعبر عن المطره، هي برضو عامله نوع من الدايناميك يعني، وبتخلي الموضوع شكله كانه ممكن يبقى نهر، فبرضو ده بيعبر عن الحركه بطريقه ما. التفاصيل كلها تحت، بس هو عامل حاجه لذيذه قوي ان هو ناقل الموضوع بالتدريج. فحتى الاضاءه بتاعه الجنب ده اللي هي اصلا بسيطه راميه ريفليكشن اضاءه شويه فوق، وهنا نفس الحكايه، فمش مخلينا حاسين ان اللوحه منفصله ولا مخلينا حاسين انه اللي فوق ده جزء ممل، لان هو برضه واخد مساحه كبيره من الصور. العمق في اللوحه طبعا واضح، يعني في منظور واضح وفي نقطه هروب، وزي ما احنا شايفين اللوحه يعني فيها ممكن تتقسم مثلثات، الخطوط فيها مايله، وفي منها طبعا خطوط طوليه اللي هي الناس والمحلات وعواميد النور. بس كنا عايزين نقول برضه ان في خطوط صريحه زي الخط بتاع انتهاء المبنى من هنا وانتهاء المبنى من هنا والعواميد، وفي خطوط وهميه زي الخط اللي بيعمله الاضاءات، والخط اللي بيعمله العربيات، والخط اللي بيعمله الشجر. هو بصراحه احنا الاثنين جبنا 8 صور، وبعدين قلنا كل واحد يختار صورتين، فاحنا الاثنين اخترنا دي، يعني احنا ما اختلفناش خالص عليها. كل حد فينا حبها لسبب. انا حبيت البالانس في الالوان، ما حسيتش ان هي فيها حاجه زعقه قوي وحاجه نايمه قوي، وحبيت كمان التدرج اللوني من تحت لفوق. حسيت ان اللوحه رغم ان الاضاءه اغلبها موجوده
برضو علشان الخطوط اللي موجوده في الصوره مسلمه كلها لبعض. انا حبيتها لسبب مختلف، هو ان بيسارو زي ما قلنا رسمها وهو عنده 66 سنه، وكان بدا في الوقت ده يفقد بصره، يعني بدا ان هو نظره يبقى ضعيف. فانا حاسه انه هو فعلا نقل لي هو شايف ايه، يعني انا حاسه ان انا شايفه كأن المشهد ده من ورا عدسه متشوشه، فكأني شايفه بجد نظره راجل عجوز عنده 66 سنه بدا فنان عجوز عنده 66 سنه بدا يفقد بصره، فهي نقلت لي بالظبط هو شايف ايه، فانا حبيتها للسبب ده. هي من مواليد 1925، تخرجت من مدرسة الفنون الجميلة. كنا اكتر من فريق فحضرنا برزنتيشنز اصحابنا كمان. وعايزه اقول لكم ان انا كده بقالي شهر واحد بس في دبلومه التنميه الثقافيه في جامعه القاهره، وبجد اتعلمت فيه في موضوع نقد وتحليل اللوحات اللي ما اتعلمتوش في 5 سنين في فنون جميله. وبعد المحاضره رحنا كايروبوليتان عشان نحضر معرض لإلستريتور اسمها نورا زيد عاملاه عن القاهرة. أنا illustrator visual artist مقيمة في دبي، بس بشتغل بين دبي والقاهرة. I put together this exhibit، ده تاني سولو exhibit ليا عموما، وأول سولو exhibit هنا في القاهرة. هحكي لكم الأول عن خلفية البروجكت ده و how it came about، وبعد كده هتكلم عن الثيمز المختلفة اللي أنا بقدمها في المعرض. المعرضين اللي عملتهم بحب يبقى في حته الناس تقدر تشوف نفسها في الشغل في العمل، يبقى جزء منه، يبقى انتراكتيف شويه. فانا زي ما قلت هحب شكل البلكونات اللي بتعيد نفسها دي، كنت دايما بتخيل ان هما بيتحركوا زي البازل زي الزحمه. واخترت المزيكا الوايلي برودوسر بحب مزيكته قوي عموما، وبرده في نوع من الريبيتيشن في الميوزك بتاعته، فحسها كانت ملائمه مع الانيميشن. في حد سالني اكشلي انت ليه مش جايبه اصوات للقاهره؟ والرد ده ان انا لو كنت بعرض الشغل ده بره كنت جبت صوت القاهره والعربيات والحركه وكده، بس وانا عارضه الشغل هنا مش ملائم، لانه الناس جايه من الزحمه بره وداخله هنا فتفصل. الناس عايزه تفصل، فالانفايرمنت ما كانش ينفع ان انا احط صوت القاهره. انا حاسه حاجه برضو ان انت عامله كونتراست ما بين الابيض والاسود، فلذيذ انك تعملي كونتراست ما بين الشغل اللي ممكن يكون شبهنا مع المزيكا اللي مش شبهنا. فلذيذ. الحقيقه ده احنا حاسين مجرد ما دخلنا حسينا انه احنا بنشوف مباني بنعرفها، بس احنا حسيناها بشكل مختلف بسبب المزيكا. فانا مبسوطه قوي من المزيكا. لذيذ. خلاص قوموا يلا خلاص. So I'm back، بس هنشيل ده دلوقتي، هنجيله تاني كمان شوية. هجيب الظرف بتاع كتف منديل كتب الكتاب تاني عشان اشتريت ماركر عشان اكمل الفراغ اللي هنا ده. وعايزه اقول لكم ان دي تجربه انا بعملها، دي اول مره اعمل فيديو وبعدين اعمل له كت. اصنع صديقك المفضل كانت كت وبعدين عملت لها فيديوز. المره دي حبيت اجرب لو عملنا العكس الموضوع هيمشي ازاي، عشان كده انا ضد تماما 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 ان الواحد يحط اي حاجه كتير قوي في حاجه هو لسه بيجرب هي هتنجح ولا هتفشل. ودي حاجه في البيزنس اسمها MVP، يعني minimum viable product، يعني اقل حاجه محطوط فيها effort وفلوس بتخلي المنتج يقوم بنفس الدور ويكون بشكل قريب من اللي هيحصل لما الموضوع يكبر. لما نلاقي ان الموضوع قام بوظيفته والناس مبسوطه ومقبله عليه نبدا ان احنا نكبر انتاجه. ده حصل في اصنع صديقك المفضل، وممكن ابقى اتكلم معاكم في الموضوع ده اكتر بعد كده. ده بقى شكل الكت دلوقتي. طيب انا عايزه احكي لكم على خناقه كده دمها خفيف قوي حصلت امبارح. هي خناقه لذيذه يعني. انا كنت بطبع الصورتين اللي احنا عاملين عليهم فوتنج دلوقتي، وعايزه اوريكم حجم الصورتين دول بالنسبه لورقه A4. فانا رايحه اطبعهم كده بس خلاص. فالولد قال لي على فكره انا ممكن اكررهم لك في الورقه، املى لك بيهم الورقه يعني. فانا قلت له لا شكرا مش محتاجه. انا عارفه بيني وبين نفسي ان انا يعني هقصهم حلو من اول قصه، يعني يبقى عيب عليا بعد السن ده والشغلانه دي لو قصيتهم غلط. فقال لي على فكره هو هيبقوا بنفس الفلوس، هو طباعه الA4 بكذا لاي حاجه يعني. فرحت قلت له ماشي انا مش محتاجاها، حافظ على مواردك. قال لي ايه حافظ على مواردك؟ قلت له انت هتكلف نفسك حبر وانا مش محتاجه الحبر ده، هاخده ارميه في الزباله. فراح قال لي
اللي انت بتقوليه ده. فما عرفتش اقول له بقى ان انا بقالي 3 سنين مينيماليست وما باخدش حاجه غير اللي محتاجاها حتى لو ببلاش. بس كنت عايزه اقول لكم انتوا انه ما تاخدوش اي حاجه مش محتاجينها حتى لو ببلاش، وحافظوا على مواردكم وحافظوا على موارد الناس التانية. بيس اوت. نرجع بقى اللابتوب عشان عندنا قاعده شويه معايا، وجهزت اضاءه القعده على المكتب. هنيجي للمسلسل بس مش دلوقتي. دلوقتي عايزين نفتح واتساب عشان هبعت شوية مسجات للناس اللي ملت الفورم بتاعة الوركشوب بتاعتي، علشان عندنا وركشوب يوم الجمعة الجاية 11/11 في التجمع في DIY كافيه. DIY كافيه ده اسم المكان. بس فهبعت للناس دلوقتي عشان افكرهم بميعاد الورشة. المفروض اعمل طبعا عشان البرايفسي، بقيت ببعت للناس وهم بقى ايه يتعاملوا. كل الناس اللي جنبي اسمهم ورك شوبس دول. المفروض اعمل جروب للناس دي صح؟ one day. ماشي. تاني حاجة بقى بالمرة وانا فاتحة واتساب هعملها، هي اني عاملة فورم المفروض اني املاها تبع حاضنة الاعمال اللي انا فيها، نهضة المحروسة. والله العظيم انا مش مصدقه اني هدوس سبميت. والله العظيم انا مش مصدقه. انا بكره الفورمز يا جماعه، مع اني عامله سيف لكل الاجابات، بس بجد انا بكره الكلام ده. طيب بما ان احنا بقى قاعدين، تعالوا نعمل تاسك رقم 3، وبرده موضوع ليه علاقه بواتساب. المرة دي هجيب جروب اقتصاديات الثقافة. ده مقال عاملاه يونسكو. رايح فين يا عم انت؟ خد هنا. المقال بيتكلم عن 25 سؤال. انا ليه عملت كده؟ ما كنتش عايزة اعمل كده، خرجوني. المقال بيتكلم عن 25 سؤال في علاقة الثقافة بالتجارة، او فكرة الفلوس بالثقافة يعني. فاحنا عندنا واجب كده ان احنا كل حد واخد نقطتين يترجمهم. خلينا نشوف اصلا الاسئلة اللي بيتناولها الكتاب. ايه ما الذي نقصده بالصناعات الثقافية؟ ازاي بنفهم ايه هي المنتجات والخدمات الثقافية؟ ايه هو معدل النمو في التجارة؟ ايه هو معدل النمو في التجارة العالمية من ناحية الصناعات الثقافية والخدمات الثقافية؟ والله حاسة ان انا مترجمة فورية دلوقتي. ايه هو structure يعني ايه التكوين يعني ايه تكوين الصناعات الثقافية في السوق، او ايه هو تكوين السوق في الصناعات الثقافية؟ الذي نقصده بالتجارة الحرة. انا المفروض عليا بقى الايه يعني النقطة رقم 6 والنقطة رقم 7 اني اترجمهم. يا الله. طب انا ليه اترجم اصلا؟ وات از كوبي رايت؟ ما انا هترجم كوبي رايت اكتبها ايه بالعربي يعني؟ كوبي رايت. وريني يا ابني عندك ايه. اوكي هحاول اخليهم يصبروني. طيب احنا تعالوا نلعب مع بعض دلوقتي لعبه كده نخفف بيها ضغط الواجب. ان احنا تعالوا نترجم مع بعض الباراجراف الاولاني ده، واكتبوا لي في الكومنتس لو عندكم ترجمه احلى من اللي هقولها. ماشي؟ طيب إن حماية، أول حاجة السؤال إيه هو حقوق النشر؟ ما هي حقوق النشر وليه هي مهمة للصناعات الثقافية؟ فبيقول إن حماية حقوق النشر بتتيح للكتاب، وممكن نسميها المبدعين الأصليين للقطع يعني عامة، the exclusive right، الحقوق الحصرية للاستفادة المجانية أو الاستغلال المجاني لأعمالهم في الأعمال الهادفة للربح وغير الهادفة للربح، في ظل الاستمتاع بالحقوق الأخلاقية التي يحميها القانون. وإن تشريعات حقوق النشر جاءت مصاحبة لما يسمى حقوق المجاورة أو الجيرة، حقوق المجاورة أو الجيرة، والتي تحمي المؤديين أو فنانين الأداء مثل الممثلين والمغنيين والموسيقيين والفونوغرام ومنتجين الصوتيات زي مسجلين الأصوات والمؤسسات ومؤسسات النشر أو مؤسسات النشر.
حقيقه مش عارفه ايه الاريحيه اللي انا فيها النهارده دي، يعني مستغربه نفسي جدا بجد. شويه بينت لكم الكم ودلوقتي طالعه لكم بالمنظر ده. بس anyways عايزه يعني بس بريفلي كده اتكلم عن واحد من اهم الموضوعات اللي انا مهتمه بيها جدا الفتره دي، هي المالتي بوتنشاليتي او تعدد القدرات او الاهتمامات. انتوا عارفين او يعني لو مش عارفين اعرفوا معايا ان واحد من اهم اهداف شغلي بشكل عام ان ادعم جدا التميز الفردي ما بين الاشخاص، ان احنا كلنا مميزين بشكل فردي، وده بحاول ان انا اكسبوز قوي او ان انا ابينه قوي واعبر عنه قوي وادعمه قوي باصنع صديقك المفضل، اللي بتساعد كل واحد ان هو يعمل العروسه اللي هو عايزها بشكل اللي هو عايزه. وكمان بستخدمه جدا في الورش بتاعتي، وبحاول دلوقتي ان انا اجهز لمحتوى يدعمه على السوشيال ميديا. فانا دلوقتي مهتمه جدا بموضوع المالتي بوتنشاليتي، لان احنا اتعودنا ان البني ادمين لازم يكونوا فوكسد قوي وسبيشالست ومركزين في حاجه واحده، وبنشوف ان اي حد مهتم او بيعمل اكتر من حاجه هو حد عنده تشتت. ودي كانت فكره من الافكار اللي طول الوقت كنت يعني اول مره يبقى عندي قصه دراما مع حاجه، بس دي كانت واحده من الحاجات اللي طول الوقت تحسسني ان انا مضغوطه، لان انا شخص متعدد الاهتمامات، انا مالتي بوتنشال. فشفت بقى من فتره تيد توك، ودي اللي انا هقعد اتفرج عليها دلوقتي علشان انا بجهز فيديو يعني بيتكلم عن المالتي بوتنشاليتي بس بريفلي قوي، لان التيد توك بتبقى مدتها طويله. فالتيد توك دي انا كنت شفتها من كذا سنه، وكانت بتتكلم عن امثله. انا عندي امثله وانا اصلا ممكن اعتبر نفسي مثال، يعني ده مش شوفان نفس ولا حاجه، بس انا شايفه ان انا مثال جمعت اكتر من حاجه انا مهتمه بيها وطلعت منهم حاجه، ولسه شايفه ان عادي جدا ان انا اكون بفتح لنفسي افاق او بروح مع الحاجات اللي انا مهتمه بيها، ومش هنبقى عارفين الحاجات دي هتجت بلندد مع بعض ازاي بعد كده انها تطلع حاجه او ايفن ما تطلعش حاجه. بس التيد توك دي كان فيها امثله حلوه قوي، فانا هقعد اتفرج عليها دلوقتي تاني علشان افتكرها. Raise your hand if you've ever been asked the question, what do you want to be when you grow up? Now, raise your hand if the question, what do you want to be when you grow up, has ever caused you any anxiety. واستنوا الفترة الجاية محتوى بيتكلم عن فكرة تعدد الاهتمامات، لأنه بالراحة بجد بالراحة على الناس يا جماعة. مش كل الناس شبه بعض ولا كل الناس supposed to be شبه بعض، بس مش عارفه ليه قلبتها دراما كده بعد ما كنا قاعدين نفنفن من شويه. فدلوقتي هقعد اتفرج على Adults will likely chuckle and be like, oh, how cute, but you can't be a violin maker and a psychologist. You have to choose. This is Dr. Bob Childs. And he's a luthier and a psychotherapist. And this is Amy a magazine editor turned illustrator, entrepreneur, teacher, and creative director. But most kids don't. وبس. وبعدين اشتغل بقى كروشيه شويه لحد ما اليوم يخلص. تصبحوا على خير، وشكرا ان انتوا كنتوا موجودين معايا في الفلوج ده، واستنوا الفيديو بتاع منديل كاتب الكتاب ان شاء الله ينزل الاسبوع الجاي، واحاول التزم بموضوع فيديو جديد كل يوم او 4 ده. ما تنسوش تكونوا مبسوطين وتملوا العالم حاجات حلوه اكبر منكم بكتير. سلام.